ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا اقول لكم على اكله اقتصاديه لو انت محتاره تعملي اكل ايه وغدا يكفي 5 افراد وزياده. اكله بسيطه جدا. عايزه اقول لكم الاول ان الفراخ غليت، ونص كيلو البانيه بقى ب 100 جنيه، يعني الكيلو بقى ب 200 جنيه. فخلوا بالكم الفراخ بتغلى وهتغلى اكتر على رمضان، يعني كل مدى الفراخ هتشد حيلها اكتر، والخضار والحاجه. فاللي مفرزش زي حالاتي يبدا يفرز. انا هبدا افرز ان شاء الله، ابدا التفريزات النهارده وهبداها واحده واحده. انتوا عارفين ان ما بنزلش اجيب بال 10000 جنيه وبال 5000 جنيه مره واحده حاجات، بجيب حاجه حاجه. فاللي لسه ما بداش تفريزات فتعالوا نبدا مع بعض واحده واحده كده، عشان لما يجي علينا رمضان نكون مالينا بيتنا كله خير. فتعالوا الاول اقول لكم على الاكله الاقتصاديه لو انت محتاره، او انت مثلا الدنيا مش متظبطه معاكي. تعالى هقول لك اعملي ايه ب 100 جنيه واقل من 100 جنيه على فكره. ده نص كيلو بانيه، انا مش هعمله كله. بصوا انا عاملاه ايه. انا مقطعه قطع شاورما كده اهوت صغيره. ده قطع شاورما صغيره من البانيه. ده هعمله برز بنص كيلو رز بسمتي. نص كيلو ده بكام؟ ب 31 جنيه. نص كيلو رز بسمتي ب 31 جنيه، هتعملي عليه ربع كيلو بانيه. ربع كيلو بانيه. طبعا انا مش هعمل معاكم الفيديو بتاع طريقه الاكل. انتوا عارفين ان انا بعمل طريقه الاكل على يوميات ام زيد. هنزل لكم الرابط في التعليقات تحت، فاللي حابب يخش يتفرج على الفيديو بتاع طريقه الاكل يخش عليه. انا بس بقول لكم على انا هعمل ايه النهارده. فده نص كيلو بانيه دوت، قسمته نصين. ده ربع كيلو بانيه عاملاه شاورما، ودوت بانيه عاملاه على جنب. ده يعتبر ربع كيلو برضو، يعني ربع كيلو وربع كيلو. ده انا هتبله واحطه في الفريزر. تمام. هتقولي طب ربع كيلو هيعمل لك ايه؟ الربع كيلو دوت لو العيال حبت ان هم يغيروا ما ياكلوش الرز بالشاورما في الغداء، فبطلعه احمره ياكلوه في السندوتشات مع كيس شيبسي مع بطاطس محمره، واليوم بيتقضى. تمام. فده ربع كيلو بانيه، وده ربع كيلو بانيه، يعني نص كيلو بانيه بكام؟ ب 100 جنيه. ودي رز ب 31 جنيه. يعني انت هتجيبي ربع بانيه ب 50 جنيه، هتجيبي ب 31 جنيه نص كيلو رز بسمتي، وهتاكلي احلى غدوه. حابه تحطي عليها كاتشب حطي، حابه تحمري شويه بطاطس حمري، حابه تجيبي كيس شيبسي وتحطيه جنب الاكل حطي، مش حابه تعملي اي حاجه من الكلام دوت وتاكليه كده لوحده، طعمه تحفه وحلو جدا. فاللي حابب يتفرج على الفيديو دوت يخش على يوميات ام زين وهيلاقي الفيديو كامل نازل. كل سنه وانتم طيبين واشوف وشكم على خير. تعالوا بقى معلش الفيديو اتقطع معايا. تعالوا اوريكم انا عملت ايه. حطيت ربع كيلو بانيه متقطع شاورما، عليه معلقه بصل او بصلايه صغيره مبشوره مع شويه زيت، وهشوح فيهم. ماشي. اكله هتكلفك بالظبط اقل من 100 جنيه. نص كيلو الرز ب 31، ربع كيلو البانيه ب 50 جنيه، يعني ب 80 جنيه الاكله دي. ماشي. عايزين اهو بشوح. طبعا كتري الزيت عشان الرز البسمتي بيحب الزيت كتير. بعد كده احط شويه فلفل اسود، احط شويه كركم. بتحب انت الرز ابيض اعمليه من غير كركم ولا كده، بس طبعا معروف الرز البسمتي يعني كركم. احط شويه بهارات فراخ. ما عندكيش الحاجات دي ما تحطيش. هحط شويه كاري. انتوا عارفين احلى حاجه في الاكله ديت انها رخيصه وما بتاخدش وقت، يعني ثانيه الا ثانيه. اهم حاجه بس شوحي حلو. بعد كده هقول لكم هعمل ايه. نحط شويه ملح، عايزه اقول لكم على حاجه. النص كيلو رز اللي هما 3 كوبايات رز بسمتي ده كده نص كيلو، بيبقى قصادهم نص كوبايه ميه مغليه على الكتل او في الحله. انا حاطه 6 كوبايات، يعني 3 كوبايات رز قصادهم 6 كوبايات ميه حطيتهم في الكتل، ولازم تكون الميه مغليه او مثلا شوربه. انتوا فاهمين اللي انتوا بقى حابينه.
الرز اهو. بصوا مش بتنقعوه، انا مش بنقع الرز البسمتي، بس بغسله من قبل ما ببدا وبخليه شويه وهو مغسول من غير نقع. يعني انتوا فاهمين؟ يعني الرز اللي هو المصري انتوا بتغسلوا وفي ساعتها لازم تحطوه، ما تسيبوهوش. لا الرز البسمتي بغسله وبسيبه شويه من غير ميه ولا اي حاجه عقبال ما اشوح الفراخ. اشوح وارجع لكم. اهم حاجه في الاكله دي التشويح. دول 6 كوبايات ميه على 3 كوبايات رز بسمتي. هتسويه ازاي بقى؟ نفس ما بتعملي الرز المصري عادي خالص. هسيبه كده اهوت، خلاص انا قلبته، هسيبه مع نفسه. واول ما هيشرب الميه بتاعته خالص هوطي عليه نفس عملة الرز المصري بالظبط. بس احلى حاجه في الاكله ديت ان هي رخيصه جدا، مش غاليه، سهله. يعني تقفي تعمليها كده في 5 دقايق، طعمها تحفه. اللي الاطفال كلها بتحبها، ان مفيش عيل مفيش طفل ما بيحبش الفراخ اللي هي تبقى سهله عليه، اللي هو ولا يقعد يمصمص ولا يقعد يطلع في عظم ولا اي حاجه. دايما العيال بتحب الاكل اللي هو السهل، اللي هو ياكله كده يحطوا عليه كاتشب يحمروا عليه بطاطس. فبصراحه الاكله دي تحفه وممتازه جدا، لو جربتوها مش هتخسروا. شوفوا وشكم على خير. عايزه اقول لكم ان انا مش بعرف امنتج خالص الفيديوهات بسبب التحديث الجديد بتاع الفيس. فانا عايزه اقول لكم ان انا هفصل الفيديو والاكل هنزله لكم الفيديو اللي بعديه على طول. طريقه شكل الاكل هوريه لكم في الفيديو اللي بعديه على طول. اشوفوا وشكم على خير. بصوا الرز اللي انا عملته، عايزه اقول لكم اقسم بالله خطير. اكله 80 جنيه. بصوا الفراخ اهي عشان محدش يفتكر ان انا مش ما فيهاش فراخ. بصوا منظر الرز مفلفل ازاي. بصوا منظر الفراخ اهي. عايزه بقى تحمري بطاطس حمري، عايزه تكبري دماغك وتجيبي كيس شيبسي ب10 جنيه كده حطيه. بصوا عايزه اقول لكم ان الواد عندي قال لي لا عايز رز وسمك، كانوا متبقيين من سمك المشوي بتاع امبارح، فصصته وحطيته. وده كان الغدا بتاع النهارده. اشوفوا وشكم على خير وجربي الاكله دي، والله العظيم هتعجبك جدا.